السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ احنا النهارده هنعمل معاكم بامية باللحمة المفرومة. انا كان عندي حتة لحمة مفرومة باقية من اكلة قبل كده، تمام. فانا عايزة اعمل لهم بامية وادخل لها لحمة، فما لقيتش عندي حتة اللحمة المفرومة دي، فبشرت عليها حتة ليها صغنونة طعامها بس، تمام. وكان عندي كيس بامية في الفريزر طلعته، ماشي. هعمله برضك معاكم مع اللحمة. وعندي طماطم ضربها في الخلاط، معلقة صلصة، مكعبين زبدة، نص معلقة توم او معلقة توم من بتاعة الشاي، زيت، بصل فرمان عشان اعصج فيه اللحمة، وقرنين فلفل. عندي بهارات هنا، فلفل، ملح، مكعب مرقة، بهارات لحمة، تمام. وهنعمل جنبهم شوية رز ابيض، وان شاء الله اكلة تكون حلوة وخفيفة باذن الرحمن. ويلا نخش على البوتاجاز نشوف احنا هنعمل مع بعض ايه. انا حطيت هنا حلة على البوتاجاز، حطيت فيها معلقتين بالظبط زيت، هنزل عليهم بمكعبين الزبدة اهم، تمام. اسيبهم بقى يسيحوا خالص ويسخنوا، وبعد كده ايه نشوف هنحط عليهم ايه تاني. دلوقتي هنزل بقى بالبصل اللي انا فرمته معاكم اهو، تمام. اهو في ايه تشويحه كده، تخش في اللون الذهبي، في ايه نازله بعد كده عليها باللحمه. هنزل بقى هنا بنص معلقه الثوم دي اهي، بعد البصل ما خدت لون زي ما انتم شايفين اللون الذهبي ده. برضك اول ما ريحه البصله تطلع كده هحطها هنا. سوري، الثوم اول ما ريحتها تطلع هاجي نازله بعديها باللحمه. انا نزلت بقى باللحمه اهو. بهارات والفلفل الاسود، بعمل مرقه. انا بعمل كله في حله واحده، يعني انا اوسخ اي حاجه حوالين مني، هو كله هعمله في حله واحده. مش هعصج اللحمه في حاجه واحط الباميه في حاجه، لا لا لا. هو كله في حله واحده، وبعد كده بقى هنشوف هندخلها فين او هنعمل فيها ايه. كده اللحمه خلاص اتعصجت اهي معايا، هاجي نازله بقى ايه بمعلقه الصلصه اهو. كده تقريبا تاني. وبعد كده هننزل بعصير الطماطم اهو. وبعد كده اخدها بقى تقليبه بعد ما نزلت معلقه الصلصه وعصير الطماطم على اللحمه اللي انا عسكتها اهو كده. وبعد كده هجيب قرنين فلفل، او قرن فلفل وده اختياري. فاتحاه من النص كده منزلاه كده، تمام. هتقطعيه براحتك. بعد كده بقى هنزل بالملح حسب ما هو الملح في الاخر خالص، واختياري حسب ما انتوا بتحبوا التمليح ازاي في الاكل. سيبها تاخد تغلي. اول ما تغلي كده وتاخد غلوه هنشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى غليت اهي. اجي بقى نازله بالباميه اهي. الباميه دي كانت متفرزه عندي، بقى نازله بيها كده تقليبه كده معاها. بص انا كله حطيته في حله واحده. انا عشان بس التصوير كنت عامله مجهزه الحاجه، بالنسبه لي كنتم هتشتغلوا على طول ولا هتوسخوا مواعين ولا اي حاجه خالص. ميه سخنين تغليهم في الكتل، تمام. واسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها كده. نشوف بقى احنا هنعمل لها ايه تاني. ونعمل شويه رز ابيض، تبقى اكله جميله. وبحوالي يعني اقل من ربع لحمه مفرومه. بص الباميه استوت اهيت معايا 3/4 سوا. قبل ما امسكها اشيلها هاجي واخده عشان ما احط الزيت تاني. اخد حبه من دول كده اهو، انزلهم هنا في الطاسه الصغيره دي، وحاطه معلقه توم، تمام. شوفوا دلوقتي انا هعمل بقى ايه بدل ما احط زيت تاني اهو كده. هشيل بقى دي احطها كده هنا واغطيها دلوقتي. وهاجي جايه هنا عليها النار، حاطه التومه دي تحمر كده. جايبه الطاجن ده، جاي مقلبه الباميه ديت تقليبه كده واخداها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نازله. بصي هنا التومه اهي.
اجي بقى نازله على التومه دي معلقه كبيره كزبره، مالكيش دعوه بالمعلقه اللي بعاير بيها دي معلقه بهارات صغيره. اجي نازله بمعلقه كبيره كزبره على الخليط ده كله كده. ممكن احط بس نقطه زيت علشان خاطر لقيتها اما حطيت نقطه زيت اهيت عشان خاطر بس لقيتها ايه مش اول ما تطلع ريحتها. نجيبها هنا كده كده تمام. هاخدها بقى ايه ندخلها الفرن. انا عارفه ان كل بيت مصري بيعرف يعمل الرز الابيض، بس انا هضيف عليه حاجه ماشي تخليك حبايه الرز بيضه زي القشطه كده. هنا بقى هنزل بالرز اهو، لسه امسك الرز اقلبه كده تقليبه كده تشوحها مع بعضه تمام. وبعد كده الملح ده حسب ايه التمليح بتاعتك، الملح بتاعك تمام. هاخد بقى تقليبه تانيه كده واحط بقى الميه بتاعته. انا هنا دي بقى التكه اللي انا قلت لكم عليها. انا هنا نص كوبايه لبن او 3/4 لبن على حسب، بس انا هنا حاطه نص كوبايه لبن والباقي مزوده ميه. هنزل بقى كده على الخليط. حبه اللبن دول متقولوش ده رز بيحط عليه لبن وكلام من ده، حبه اللبن دول بيخلوا حبايه الرز بيضه قشطه ومفلفله كده وطعمها قشطه وطعمها زي العسل. نص حتى مش اللبن كتير يعني، بص انا واخده بقولك نص كوبايه. في طواجن بتتعمل بلبن الرز المعمر، لكن انا بص انا دوبك بحط بس يخلي لي حبايه بيضه. هي كمان علشان الرز بتاعي ده انا عارفه المعيار بتاعه ان هو بياخد ميه كتير اهو تمام كده. اسيبه بقى يستوي مع نفسه ونشوف بقى ايه هنعمل ايه تاني. بس غطا الحله غطيته اهوت وهسيبه يستوي بقى مع نفسه. انا عايزه بس اقول لكم على حاجه، لما تحطوا اللبن مع الميه وتغلقوا مع الرز كده ما تغطيش قوي كده وتسيبيه، لازم تنك مقرباه كده شويه لغايه ما يغلي ويتشرب علشان اللبن ما يفرش من الحله ويقوم يوسخ لك الحله ويخليها لك مش كويسه تمام. لما يغلي خلاص وتلاقيه داخل على التشريب وما يبقاش فيه الا حاجات بسيطه، تيجي مغطيه عليه عادي ومغطيه على النار وتسيبيه بقى مع نفسه. هو هيستوي يبقى زي الفل ومفلفل معاكم زي الفل. فانا هغطي بقى عليه دلوقتي اهوت واسيبه مرب زي ما قلت لكم اهوت، ونشوف بقى الاكل بعد عند الغرف. حبايبي الطاجن بعد ما خرج من الفرن اهو، مش عايزين اصور وعايزين ياكلوا، فانا مش هينفع ان انا ما اصورش واوريكم الاكل بعد ما خلصته ماشي. واهو عيش ماشي جبته اهوت وقطعته زي ما انتم شايفين، ورز ابيض. شفت الرز ابيض ازاي؟ اما قلت لكم حطوا عليه اللبن حبه لبن صغيرين مع بقيه المعيار بتاع الميه بتاعتكم، هيبقى طعمه خطير، غير ما كمان طعمه بيبقى جميل جدا ماشي. ما تنسونوش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وهتلاقوا ان شاء الله رابط التيك توك ان شاء الله تحت الفيديو ماشي. ابعتوا لي اي وصفه انتوا عايزينها على انستا، ويا رب اكون خفيفه عليكم في كل مره بطلع لكم، ما اكونش تقيله عليكم، وعايزاكم تحمسوني كده ماشي عشان انتوا حبايبي وانا بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم في رعايه الله وامره. نيجي ناخد اللقطه، احنا سر الخلطه، مش هقول عالظبطه يا اسطى، احنا اكبر خبطه جايين نجيبها في شنطه، مش هتمشي بواسطه، احنا نعمل عظمه وانت